خلافي مع أحمد الفهد لما رشح للمجلس الأولمبي الآسيوي، الدستور اللي حاطه والده في المجلس الأولمبي الآسيوي إنه ما يصير مرشح يصير أقل من 30. فيا أحمد الفهد بعلاقاته غير الدستور إلى 25 عشان هو يدش. فأنا بلشت أكتب عنه، أنت عشان كرسي تغير دستور حاطه والدك مع بعض القانونيين من الهند ومن كوريا. فحصل الخلاف عزيز، واستمر الخلاف لغاية ما يعني نقول من 90 ل 96 خلاف شرس. نعم. شرس أقوى من الخلاف مع فهد الأحمد. 96 تغير الوضع، صار تصالح عن طريق المرعب جاسم يعقوب، نمسي عليه حبيب الكل، الأستاذ محمد عثمان أمين سر اتحاد كرة القدم. اجمعونا. نعم. حلوا الخلاف. حلوا الخلاف. أول حل الخلاف شنو؟ إنه أنا قلت له احنا قاعد نتغدى عندك ابو فهد، طالما لبنسكي مدربك ما راح توصل ولا خطوه لقدام. قال ليش؟ قلت له هذا جنرال عسكري، هذا ما يتحمل انت تقول له لا وانا اقول له لا وهذا يقول له لا. قال شو تسوي عيل؟ قلت شيله وحط في اثنين. قال منو؟ قلت له يا باتريسي مدرب القادسيه، بس هذا يربي اجيال. او ميلان ما شاء الله اشتغل على ميلان ما شاء الله ويا الاتحاد.